والدتك على اسمها كابر؟ واقفه معايا لحد دلوقتي، ووالله كتر الف خيرك وربنا يبارك فيك. الله يخليك. والناس واقفه معايا، وكتر خير الشعب المصري على وقفته معايا والشعب السعودي، وكل سنه واحنا وراك يا حاج. قول لنا بس اول فرع هيكون فين؟ اول فرع ان شاء الله باذن الله. اول ما هعرف هبلغك والله وبكل حاجه ان شاء الله. جات لك مكالمات اكيد من مستثمرين ومن ناس عايزين يدعموك كتير. اهم حد كلمك مين؟ لا كتير، بس انا مش امر الله مش هشارك حد بحاجه المصلحه ليا انا كده بامر الله. ما بحبش الشراكه اللي احنا فيه، بس يعني دموعك غاليه علينا يا عم مصطفى. اتعلمت بقى من اللي فات بقى، لازم استفاد. دموعك غاليه علينا. اخر حاجه بس، نفس مجال المطاعم. ايه يا باشا؟ من الوارد ان احنا نشوف صبحي كابر في مجال اخر جديد، ولا هو مجال لا مجال المطاعم ومجال الجزاره ان شاء الله. طب يا حاج صبحي يعني المطعم دلوقتي كده يعني صبحي كابر لما بيحب ياكل بره المحل بتاعه بيحب ياكل في عند مين؟ عند الباز ولا عند عنتر ولا عند حضرتك؟ عند الناس المحترمه. الباز راجل محترم، وعنتر راجل محترم، واخواته بروح عندهم، وضيف عندهم، وضيف عندهم، اتشرف بيهم. ليه الشرف؟ حاج صبحي احنا الحاج احمد بلبع برضه اخ كبير لينا، والناس المحترمه برضه. الازمه دي لما حصلت قول لي يعني عايزين نعرف احساسك ايه بعد ما فقدت يعني الامبراطوريه الكامله اللي كانت موجوده في مصر. حسيت بايه؟ لا يعني لما اللي حصل احنا ان شاء الله بامر الله حسيت بايه يعني انك خلاص يعني ما عادش على نفسي. بس انت مصدق ان انت هترجع تاني زي الاول؟ ان شاء الله يا جدعان ما تسيبوش كلام حاج صبحي. الراجل ما بيقولش كلمتين يا جدعان. دعم ماري من محبين كتير. توقيت دعم ماري بعد الازمه. لا حد سعودي كده اخويا في ممكن السعوديه. تكلمنا عن الدعم المالي توقيته؟ يعني بص انا كنت في السعوديه في العيد الوطني بعمل شغل، وخدت ادوني فوق حقي وزياده شويه، ورحت عملت اكل في لندن، خدت برضه فوق حقي في لندن، والحمد لله ومستوره الدنيا والحمد لله. حد بيتواصل معاك من الوارد يا حاج صبحي يشوفك بره المنطقه العربيه؟ لا في مصر. من دلوقتي احنا عندنا مشكله قضائيه ما بينك وما بين مجموعه الامام اللي هي اشترت المحل، صح كده؟ كل المجموعه. هل قدمت اي بلاغات دلوقتي لحد دلوقتي؟ ربنا موجود بقى. قدمت بلاغات؟ كم فرع تقريبا في مصر؟ قدمت بلاغ طيب على فرع؟ قدمت بلاغ؟ لا كم فرع دلوقتي يعني كان تحت ايدك وفجاه ما بقوش ولا فرع تحت ايدك يعني؟ هو كان فرع واحد كان في ايدي وما بقاش تحت ايدي. قدمت بلاغ ولا ما قدمتش بلاغ؟ قدمت بلاغات، وان شاء الله الدنيا ماشيه والمحامين شغاله في القواضي ان شاء الله. احنا معاك وفي ظهرك. يعني في ناس بعض الناس بتقول انك انت عملت كده علشان يعني تمشي من بره مصر وتفتح بره مصر. لا عمري ما اطلع بره بلدي. ما انا فاتح بره مصر وبطلع مصر وبرجع بقى، وانا ما اطيقش اقعد بره مصر 3 ايام بعيط. انا باجي مصر هنا بسافر واطلع وارجع ابص على الارض بتاعتها وابوسها. مصر احسن بلد في العالم، امان، استقرار، رخص اللي هو الناس كلها فيها غلا. مصر ارخص بلد. اطلعوا بره وجربوا الغلا فيها قد ايه، وشوفوا مصر الرخص فيها قد ايه، شوفوا الفرق. مصر احسن دوله في العالم والله. يعني برغم اللي حصل لك من بعد افرادها ومن بعد كده يعني انت بتحب تراب مصر. مصر احسن دوله وشعبها احسن شعب. انت متوقع ان هم يعرفوا يديروا المحل زي ما انت كنت لا طبعا. لا طبعا. خصوصا ان ظهورك الفتره اللي فاتت دي خلى معظم الناس كلها ما عندهاش قابليه انها تروح المحل في ظل عدم وجود صبحي. أيوة. يعني المحل انت مالكش علاقه بيه يا عم خالص. لو انت حابب دلوقتي توجه رساله لمحبين صبحي كابر في مصر كلها تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم كتر خيركم ومتشكرين ليكم وربنا يا رب يخليكم. ولو راحوا المطعم يعني انت مش موجود، الخلطه بتاعتك الخلطه السريه. لا الخلطه مع بنتي كابر غير فقط لا غير. كابر هي الاساس. الخلطه دي محدش يعرف الخلطه دي الا كابر بعد ربنا. السر حضرتك يعني حياتك الاسريه، يعني عايزين نعرف حياتك الاسريه. حضرتك عندك اولاد متزوج؟ معايا محمد ومعايا كابر ومحمد ومصطفى وادم ما شاء الله، ومراتي هي اللي واقفه جنب مني وربنا يخليها لي. دلوقتي يا حاج بعد المحل المزرعه ومجموعه من الاراضي ولا في؟ لا ما عنديش اراضي يا عم، انا على الله معايا مزرعه فقط. معايا بطيخ فدان، بصدر عنب وبصدر مانجا، وعندي خضار وقوطه وخيار، وبودي العبور فاكهه وبنزل. بص يا عم صبحي، زوجتك باعت ذهبها عشان تقف جنبك. كلمنا عن عملته معايا. ناس كتير وقفت جنب مني، ناس من اللي شغاله معايا جابت فلوس ليا، وانا الحمد لله مش محتاج حاجه. الحمد لله انا بقول لك الحمد لله جالي دعم من السعوديه واقفين جنبي الشعب السعودي، ومن مصر برضه ناس محترمه محولين لي فلوس برضه، بس انا مش عايز حاجه الحمد لله، وهلم نفسي وهقف احسن من الاول ان شاء الله تاني بامر الله. تحب تقول يعني اي زباينك القدام ما يروحوش المحل كده، لان ده مش محل صبحي كابر. محل صبحي كابر لا ما اقدرش. قبل نهايه السنه صبحي كابر الجديد هيكون موجود كمحل ان شاء الله بامر الله. رساله للشباب المصري الطموح اللي هيقبل اقول له ما تيأس ما تيأس. الدنيا راحه وجايه ورحمه انت ربنا موجوده. ما يقستش لا ما يقستش بعد اللي حصل. لا ما يقستش. لا املك في ربنا برضه. املك في
ربنا ما معيش الا ربنا، وهو ربنا اللي يقف جنبني ويرجعني تاني احسن من الاول ان شاء الله. يعني بعد اللي حصل ده كله انت لسه تدينا درس في الامل انك انت مش هتيأس مهما كان؟ لا اوعى تيأس، لا ولا عمري ما هيأس ان شاء الله. عمرك ما المحل هتيأس. باسم صبحي كابر برضه الجديد صبحي كابر برضه العلامه التجاريه هي ما تهزتش يا حاج صبحي، ما تهزتش بعد اللي حصل ده كله. عايز اسالك حاجه انسانيه. قول الحقيقه. شويه بس انا اتقويت بالناس والجمهور والناس الشعب المصري الطيب ده قواني خلى عزم. لو والدتك الله يرحمها موجوده دلوقتي كانت هتقول لك ايه؟ هتقول لي ربنا يوفقك، بتحبينهم والله. انا شايفك بتتكلم عن زوجة حضرتك بشكل جميل قوي، ولما بتتكلم عن زوجة حضرتك بتتكلم ان هي واقفه جنبك. اكتر واحده واقفه جنبنا في حياتي. انت يعني شايف في علاقه حب وكمان دماغك بدات تغلبك اكتر لما اتكلمت عنها. ليه بقى؟ احكي لنا شويه عرفنا. محترمه وست واقفه جنب مني وست ربة بيت وست كلامها كله ما بينزلش الارض. عرفنا عنها اكتر، يعني قالت لك معلم صبحي ده بيتكم بره، كان معايا ست معلم صبحي في الجيش كانوا بيشتغلوا عندك. تمام. الستة دول كانوا بينزلوا الاجازات بتاعتهم اللي هم ال7 وال8 ايام، كانوا بيجوا عندك يكملوا شغلهم عادي، ويجوا بعد ما يخلصوا عشان يروحوا الجيش كانوا بيكلمونا عن كرم اخلاقك وطيبتك انت وزوجتك. كانوا بيقولوا لي انت بتديهم مرتب الشهر كامل. الستة دول كانوا معايا في العمر. تقول لهم ايه؟ اقول لهم الناس دي ان شاء كلها الله هرجع تاني ومش كلها هقطع بحد ان شاء الله، وربنا هيرزقني برزقهم احسن من كده كمان شويه. حاج صبحي هل انت فعلا هتسيب حقك في العلامه التجاريه يا حاج صح؟ مش هتسيب حقك في العلامه التجاريه. لا ايه؟ حاج صبحي انت هل فعلا قلت انك انت بقيت كومبارس في المحل؟ التصريح ده حقيقي فعلا قلته؟ حصل بقيت انزل لهم لحمه بعد بيت المحل، بقيت انزل لهم لحمه بقطع اصور فيديوهات عشان ارزق مثلا ب 2000 3 بتاع، فبقت بقى وضعي مش اللي هو الوضع. يعني تصور لهم فيديو مقابل مثلا مبلغ مادي وحاجات؟ لا كنت مادي انا عشان لحمه. عشان لحمه ياخدوا مني اللحمه بتاعه، وفي الاخر قالوا يقدروا ليه. طب ايه اللي خلاهم بقى يبعدوك عن المطعم كامل وما تاخدش اللحمه؟ ما ياخدوش لحمه مني قصدك؟ ايه اللي خلاهم ما ياخدوش لحمه منك؟ عشان بيجيبوا من بره ارخص. اللي احنا عارفين انت عندك اكتفاء ذاتي. عندي هو طمع. عيشك امحك. طمع لازم كل واحد يسال. طب ما تسيبوه يجاوب. 62 وهم ما تسيبوه يجاوب يا جدعان. نفسي تاخد اجابه كامله للسؤال. 400 كنت بفتح كل يوم 100 اجل ليهم، كل يوم 100 اجل و120 اجل، ومعايا الفواتير بالكلام ده ومعايا كل الحاجات دي على النت. حاج صبحي انت هتسيب العلامه التجاريه الاسم بتاع المحل هتدفع عليهم قضيه عشان ينزلوا ان شاء الله غير العلامه التجاريه ان شاء الله بيروحوا يشتروا من بره مع انك عشان يجيبوا جوده اقل وشغل اقل. بيدمروا اسم البلد. بيدوروا اسم البلد زي ما يكون حد بيصورهم عليا. انت كنت بلادر ليهم انا بقول لك المؤامره دي مين اللي والله ما اعرف. قول عشان نعرف نساعدك. والله ما اعرف، لو اعرف ما اعرف. انت كنت بلوجر ليهم؟ لا يا عم انا مش بلوجر ولا عمري خدت بلوجر. يعني زي خدوني بقى سكه ضغطوا عليا عشان انا كنت مؤاخذه ربنا يكون شر الحوجه. بس ايه سر كلمه انا بقيت كومبارس في محلي زياده الشهر او في المطعم بتاعي؟ مين؟ عمرو الحاج فهمني مالك المطعم كمل انك زياده شهره ليهم. برافو عليك. بس هو انت ليه قلت على نفسك كومبارس يا حاج؟ قلت على نفسي كومبارس. انا حسيت بنفسي ان انا يعني شغال عندهم بعد ما كنت معلم لما بقيت شغال عندهم اديهم لحمه وبتاع وكلام من ده واطلع اعمل فيديوهات وكلام من ده، فطبعا ده كده انا شغال ايه؟ شغال كومبارس. بس انت مش اول مره تتعرض لحاجه زي كده، وكل مره بتطلع من امام. ترجع اقوى من الاول ان شاء الله. ان شاء الله ربنا عملوا مرشد محترم ومفيش حاجه بينهم يعملوا مرشد محترم. الكلمتين دول تاني بعد ما كنت شغال في المكان بتاعك دلوقتي بقيت شغال في مصر زي ما بتقول، مع احترامي ليك. لا عادي، هو ربنا عايز كده، ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء، فربنا يكون. انت مديون لحد دلوقتي يا حاج ولا لا؟ الحمد لله ما حاجه. ما فيش حد ليه جنيه عليه. خلاص المدينه. يلا يا جماعه شكرا يا جماعه. شكرا ليه وائل شرف فيك. شكرا يا زملاء. يعني اخيرا بس لو تحب توجه رساله لزوجة حضرتك تحب تقول لها ايه؟ والله انا بحبك قوي وربنا يخليك ليا. شكرا يا زملاء. شكرا عزومين ان شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين يعني مشاهدينا متابعين موقع تحيا مصر في كل مكان، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه ونشوفكم في فيديو جديد. شكرا لكم.